يحموا بلادهم، ماشي حاجه اخرى. بلاد لازم يوليو العلم تاعهم يطلع. هما لو شامبيونا دي جون تاعهم. هل انت تشوف اونترينور ولا دي تياس يروح يشري لاربيت اون جون باش ليكيب تاعو تربح ويبدا البندير في لي ريزو سوسيو واني ربحت؟ سي دي شارلاتان، سي دي شارلاتان اللي راهم هكذا تمشي الكره في هما لا هما احنا واش نعرفوا في كره القدم او نيفو دي جون كون لي العب كون الريزلتا ما يهمنيش في لي كلوب، ما يهمنيش انا يهمني نخرج شي دريريات ملاح ندفع، الاخر يخرج يدفع. لا علاش القبه كانت تمد 1000 جوار، لوامير رويس وحومه صغيره هكذا مدت لي بلي كرون فوتبالور وقيلا في الجزائر بارتو اون تيريتوار ناسيونال. علاش؟ خاطرش ماشي قال البندير ولا البندير اللي يحكم في كره القدم. راني ربحت دي الشامبيون تاع الشامبيونا تاع ميكي. واش من اعطيني واش عطيتني لعب ليجن شحال ليكيب سينيور؟ اعطيتني واحد في المستوى. ها والفوتبول كيفاه يمشي، تبدا هاك وتجي طالع. مي كي ولا دار خالي موح ولات في كرة القدم امبوسيبل. وانتوما وين كيفاش راكو حابين من السيره اللي راهي فيها كرة القدم. انا عام يا ميسي والله ما تطلع عليك ربح يا اخي. عندنا لاباط احسن ممكن من اللي راحت. لازم هنا نديفلوبيوها، ما نجيبوش هذوك اللي غير من هنا، نديفلوبيو هنا. ما قعدوش راقدين. عندنا لاعبين من الفريق الوطني. هذه قلت لك ماماني الله يرحمها تنجم تسير هكذا، انت تروح تجيب لك كاع لي جوار مليح نامبورت كي تحكم اي واحد يبيع اي حاجه تقول له تجي تسير يقول لك وي تجيبوا لي جوار كاع اليوم مليح. هذه حاجه واضحه. لازم تكون هنا ديفلوباو هنا. خاطرش كونت يزون بوزي لا كيسيون على لاباط قالوا له وي كاينه لا كيما احنا عندنا لاباط تاع لي بي هادو كاع فيهم لاباط. اما لا يزون تراسي دي زوبجيكتيف ثوروا روحهم بالناس تاع كرة القدم. التماتيك اجتماع اللي يندار بين البريزيدون فيدرال والديتيا اللي نومه حقيقيا بريزيدون ماشي نومه بارق الدور وسليمان، نومه بريزيدون صح اللي عنده الثقة تامة فيه. فهمتي؟ وهو جمع لي زونترينور وليكيب لي كونسيي اللي معاه اترافير لا فيدراسيون داروا دي زوبجيكتيف لازم نلحقوا من تما هما يخدموا. اليوم الريزولتا راهو التم بيان سور يقعد التما ديتيان ومن بعد 12 سنه باسكو التما ديتيان يديسيدي التماتيك يديسيدي من الأ حتى لتحت، ماشي الأ لا والسي لا والبنات لا يديسيدي على كلش. لان بريزيدون فيدراسيون قال له انا اللي نحكم. تفاهمنا على السياسه تاع البلاد في الرياضه في الفوتبول ها وين نلحقوا. الور امشي اللي يحب يمشي يمشي اللي ما يحب ما يمشيش. هذا هو السر تاع الخدمه يا سي رضوان. انا والصاف تاعي اللي نشوف وين لحقنا هكذا في الحومه ماهيش صايره يا رب. ماشي هذا حبيتو علاش قلت لك هنا نهار نتوحشكم برك نحبس من هاد ليميسيون هذه ما نزيدش كاع ندور بهذا الفوتبول هذا نخليه لهم. اوليهم الفوتبول هذايا سي كراف سكي سباس يا ناس. او سمع معايا هذا الصحفي التونسي شنو قال. راهو صعيب اللعب معاه. اعطيك العباره باش نكون معناها بالضبط قال المغرب ان جو كومبليكي صعيب تلعب معاه المغرب ما تنجموش. هذه الملاحظه الاولى على الارقام. الملاحظه الثانيه المغرب لاول مره ان شاء الله ماهيش لاخر مره ولكن لاول مره تنجم تكون صايبه. المغرب اللي عملوا معانا راهم غير عادي. عملوا معانا كعرب كمتابعين. رانا كؤوس العالم يعبدوا كؤوس العالم كنا نتفرجوا فيها ونشاهدوها كمتفرجين. بلدان تجي تعمل دوره تلعب 3 مقابلات مش تروح ومن بعد نوليو في كل عائله في كل حومه انت برازيلي انت فرنساوي انت المره هذه لا تغيرت. ما عادش نتابعوا كاس العالم كمتفرجين ولينا كفاعلين. منتخب مصر اقوى المرشحين هذه السنه، عنده فريق قوي جدا. كل شيء ممكن للحدوث. المنتخب المغربي يبقى من بين المرشحين
للتتويج. في كل مرة يأتون بمنتخب مشكل من نجوم ينشطون في أوروبا، وفي كل مرة يسقطون في أدوار متقدمة. الآن يملك مهاجمين من العيار الثقيل، لديه مزيج من خريجي الكرة المصرية أو اللاعبين المحليين المكونين في النادي الأهلي والزمالك وبعض الأندية المصرية، وجيل من اللاعبين الناشطين في أقوى الدوريات الأوروبية. حسب رأيي مصر هي المرشح الأول بالنسبة لي. أتوقع أن المنتخب المصري سيكون واحدا من أبرز المرشحين للتتويج بالدورة. المنتخب المصري عاد بقوة للساحة، ومصر لما تكون حاضرة مستعدة في كل مرة تمشي لأبعد نقطة ممكنة. شوف معايا هذا السيد هذا، هو مؤثر في اليوتيوب، هو مشهور عند في الجزائر. شنو قال على الكرة بالمغرب وعلى الماتش ديال المغرب اللي غادي يكون مع مصر؟ اولمبياد باريس المنتخب المغربي اللي البارح استهزأتوا صحابكم قال لك لا ما يداوش الكاس. شنو هذا الكاس؟ راهم فيهم ميداليات المبهدلين، راه فيهم ميداليات، فيهم الذهبيه والفضيه والبرونزيه. راهم غادي يلعبوا على البرونزيه ويديوها ان شاء الله باذن الله، ويتكلاساو الثالثين، واول مره في التاريخ منتخب عربي يدي البرونزيه. هيا جري انت وديها، اي تقاتل انت وواحد دي ميداليه اولمبيه. احنا عمرو ما طلعنا كاع، احنا طلعنا يمكن مره واحده في التاريخ ما درنا بها حتى حاجه. من المنتخب المغربي يطلع وصل غادي يدير المرتبه البرونزيه ان شاء الله باذن الله. هيا قعدوا تشمشوا لانه انتم متنمرين، انتم ما عندكم والو، ونعاونوا هذا المنتخب بالتشجيعات باش يدير الميداليه البرونزيه، ونشوفوا اللعابه راه في معنويات مرتفعه ان شاء الله باذن الله.